خلاص جهزنا لبس المدرسة، تعالوا بقى نشوف الاستعدادات اللي احنا هنعملها واحنا رايحين للمدرسة. قبلها بيوم طبعا اللبس بيكون مكوي، ماما ربنا يديها الصحة يا رب ويشفي عنها بتكوي لنا اللبس. الشوز بيبقى متشمع. الجدول بتاع التاني يوم، يعني انا من الناس اللي كنت احب احضر جدولي قبلها بيوم، يعني ما احضروش يوم الصبح ولا رايحه المدرسه، لا كنت احضر الجدول بتاع الكتب بتاعتي اللي انا هاخدها، ما كنتش باخد كل الكتب. كنت اشوف النهارده عندي عربي انجليزي فرنساوي، وابتدي اخد الحاجات اللي هتكون موجوده عندي، واجهز الشنطه بتاعتي وارتبها واظبط الاقلام بتاعتي، وابري القلم الرصاص. اساسي ان كان قلم الرصاص لازم يكون سنه رفيع، فعشان كده موضوع ان القلم الرصاص الخشب ده كان معايا، ده كان موضوع فاشل. فانا بصراحه من الناس اللي كنت على طول بجيب اقلام سنون، يعني اروح المكتبه كده اجيب القلم اللي بالسنون ده. وكمان كانت علبة السنون بتبقى ليها أشكال بقى، مرة على شكل سرنجة، مرة على شكل شوكة، على شكل معلقة. تقريبا كنت عاملة المطبخ بتاعتي. كنت أحب قوي أجلد الكراسات، يعني المدرسة اللي تقول لنا جلدوا الكراسة باللون الأحمر تبقى ماي هارت، يعني حبيبتي، لأن أنا من عشاق اللون الأحمر واللون الأزرق. لكن بصراحة اللي كان بيقول لي اللون الأخضر أو اللون البيج ده ما كنتش بحب الكراسة اللي بتنجلد بالألوان دي. ويا سلام بقى لو المدرسة أو المدرس كان يقولوا لنا جلدوا الكراسات على حسب الألوان اللي أنتوا عايزينها، كنت بحس إن هي في إبداع. يجي بقى للصبح، ماما بتكون بتجهز لنا السندوتشات وبتحاول تفطرنا، يعني ان احنا نفطر قبل ما ننزل، بس للاسف احنا مش بنعرف ناكل الصبحيه قوي. يعني كان ان احنا نصحى الساعه 6:30 او 7:15 وناكل الساعه 7 دي بالنسبه لنا كانت صعبه. بس كانت ممكن تدينا حاجه بسيطه، يعني حته سندوتش صغيره مش نص رغيف، يعني ممكن كعب صغير كده، او تمر او بسكوته. احنا بنجيب السندوتشات الفينو بس لو سمحت عشان تبقوا عارفين. بس الاساسي بقى اللي كان عندي ولحد النهارده انا بعملها، ان انا لازم اشرب كوبايه شاي بلبن قبل ما انزل الصبح. دي من الطقوس الاساسيه المستمريه معايا لحد يومنا هذا. هتقولي لي ما بتشربيش لبن ليه وماما ما بتهتمش ليه؟ هقول لكم لان انا عندي حساسيه من اللبن، فما ينفعش ان انا اشرب لبن بيور كده ساده، لازم يتكسر بحاجه. بالمناسبة السندوتشات كانت بتتحط في كيس ثلاجة، ما كانش في موضوع اللانش بوكس ده خالص، ولا في كان التجهيزات اللي بتتعمل في اللانش بوكس واللي بقت مليانة الدنيا دي. هو كان بيبقى سندوتش عادي، سواء بقى جبنة رومي، جبنة بيضة عليها خيار، عليها طماطم، حلاوة، مربى، لانشون، بسطرمة، اي حاجه من الحاجات العاديه دي. سندوتشات عاديه، فطار عادي، مفيش حاجه من المقليات، يمكن قليل جدا 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 اما كنا مثلا ناخد بيض مقلي، ما كناش بنحبه في المدرسه. واحيانا كده احيانا كانت بيبقى الدماغ طالبه ان احنا نجيب طعميه، يعني طعميه وتتعمل في السندوتشات وعليها طماطم مخلل جاست قولي بس، يعني ما بتبقاش فيه اي حاجه. بس ماما كانت ساعات مع الموسم على حسب الفاكهه كانت تدينا مثلا برتقالايه، لا مش برتقال عشان البرتقال صعب التفصيص بصراحه، ساعات يوسفيايه مثلا او موزايه ناخدها، او جوافايه بعض الاحيان يعني. بس ده ما كانش اساسي، هي كانت السندوتشات الاساسيه وتتحط في كيس والكيس يرجع. ولو احنا عاملين سندوتش فيه حاجه مثلا مسكره كان بيتلف في ورق مناديل تاني ويتحط مع السندوتشات. ولو الكيس اتوسخ بنرميه، الكيس ما اتوسخش بنكمل بيه تاني يوم عادي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتي.